السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم فيديو جديد، بس الفيديو ان شاء الله هيعجبكم، وبالذات هيعجب اولادكم لان بيحبوا الحاجات دي قوي. احنا هنعمل فراخ الستريبس، طريقتها سهله ومش هتاخد مننا ان شاء الله اي وقت، بس الطريقه حلوه قوي قوي وسهله، ومش هتاخد يعني وقت طويل ولا حاجه في العمل. احنا ان شاء الله معانا فرخه جبناها قطعناها 8 قطع، وان شاء الله احنا هنعمل التتبيله، وبعد كده هنسيبها يعني يوم في التلاجة، او لو انت مستعجله ممكن تخليها ساعتين 3 برضو هتبقى حلوه برضو التتبيله ان شاء الله. معايا فرخه قطعتها 8 قطع، معانا البهارات، معلقه بصل بودره، توم بودره، معايا بابريكا، معايا بهار فراخ، معلقه من كل نوع، معايا كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، كوبايه ميه. ان شاء الله انا هقول لكم الاول انا عملت ايه. انا جبت الفرخه دي بس عشان برضو ما اطولش عليكم في الفيديو. انا جبت الفرخه قطعتها 8 قطع، وحطيت الفرخه في محلول، حطيتها في محلول ملحي. الطريقه عشان برضو ما اطولش عليكم زي ما قلت لكم، معايا معلقه ملح، معلقه سكر بس، ومعلقه خل، وقمت حطاهم بنفس الطريقه، سبتها ليله كامله عشان برضو ما يبقاش فيها دم ولا حاجه. بس اهم حاجه تجيب الفرخه الصغيره، ممكن الفرخه كيلو، عشان لما تكون كبيره يعني ايه ما بتستواش على طول، لكن لما تكون صغيره بتستوى بسرعه. ان شاء الله انا هحوشها من المحلول الملح اللي زي ما قلت لكم. الطريقه دي حلوه قوي يعني كويسه. لازم تحشيها الفراخ من ميه، وبعد كده تنشفيها، وبعد كده هنعمل التتبيله ونقول لكم هنعمل فيها ايه ان شاء الله. انا حشت الفراخ من محلول الملح زي ما قلت لكم. هنبدا معاكم دول كوبايتين دقيق، بسم الله، نص كوبايه النشا، معايا البهارات، البابريكا والملح ومعلقه توم بودره، هنقلبهم في بعض. هنحط كوبايه ميه، بسم الله. الطريقه دي حلوه قوي، مش هتاخد منك اي وقت. على فكره ممكن تاخد اكتر من كوبايه ميه. هنحط كوبايه ميه كمان، بس مش هنحط كوبايه تانية كمان كده. الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان الصفحه ما بتكبرش الا بكم ان شاء الله. اهي هنحط الفراخ نقلبها، وهنسيبها بقى ممكن ساعتين، تبقى حلوه قوي قوي كل ما بتحطيها. يعني ممكن تاخد لها كوبايتين ميه او كوبايه، لا هي بالاكتر كوبايتين ميه. التتبيله هنحط فيها الفراخ، ما قلناش هنحط ميه، بكفايه على كده. يعني فضل من الكوبايه برده يجي ربع كوبايه ميه اهي، بس اهم حاجه ما تبقاش سايله قوي، يعني زي ما انتم شايفينها كده، كده حلوه قوي قوي. هنحط دلوقتي الفراخ اهي. احنا مقطعين 8 قطع بنفس الطريقه، كلنا عارفين طبعا 8 قطع الفرخه بتتقطع ازاي. تبقى حلوه قوي مع رز مبهر، تعملها مع مكرونه، تبع ما اولادنا تشوفوا هما بيحبوا فيها ايه، بيحبوها زي ايه. بس بالاكتر هيقول لك رز مبهر او مكرونه. هنحطها في التتبيله دي وهنبيتها، هي ممكن تقعد ساعتين زي ما قلت لكم، بس انا هبيتها ليله. كل ما بتبات في التتبيله دي بتدي يعني طعم احلى. بس زي ما قلت لكم اللي مستعجله تعملها ممكن ساعتين، ممكن او 3 ساعات بس على فكره براحتك انت، او تبع الواحده ممكن تكون مستعجله برضو هتلتقي التتبيله حلوه قوي قوي وهتدي طعم احلى. هنحطها في التلاجة ونرجع ان شاء الله نوريكم هنعمل بقى الايه الكفر الخارجي ده بقى هنعمل فيه ايه ان شاء الله. طريقته برضو سهله ومش هياخد برضو مننا وقت ان شاء الله. دلوقتي الفراخ اتبلت، معلش انا اسفه لان بصراحه انا نسيت خالص او تهت. انا كنت بقول لكم ان انا هعمل فراخ ستريبس، بس
بس هي معلش مش فراخ ستريبس، هي بروستد. ومعلش انا اسفه لكم لان انا بصراحه يعني نسيت خالص، فسامحوني. وطبعا كلنا بنغلط ومعلش يعني. احنا هنوريكم الفراخ التتبيله بتاعتها اهي، انا بيتها ليله. هنيجي بقى على الكفر الخارجي وهنقول لكم احنا هنعمل ايه. هنركنها بس كده. ده كوبايتين دقيق عشان نحط الكفر الخارجي. هنقلب عليهم نص كوبايه نشا. وعامه كلها فراخ بتتبل. معلش انا اسفه لكم لان بصراحه يعني كنت تهت خالص، فبعد ما خلصت امبارح افتكرت قلت لازم اقول لكم معلش ان انا يعني نسيت خالص ان انا اقول لكم اللي دي فراخ مش. فهنقلب معانا دلوقتي. حطينا كوبايتين دقيق، معانا نص كوبايه نشا، معلقه بصل بودره، توم بودره، شطه. ده بصل بودره وتوم بودره وشطه، معلقه بهار فراخ، وده برده معلقه بهار فراخ نوع تاني برده، وده ملح. وهنحط معلقه بيكنج باودر. ده البيكنج باودر اهو. هنقلب كل ده ببعضه ونحط الزيت يسخن عشان نحط الفراخ بتاعتنا. طريقه حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم. هنقلب كله ببعضه والملح والبهار وكل حاجه كده. خلاص هنخش حاجتنا الاول ونيجي نفتح كده. بسم الله. اهي التتبيله اهي زي ما انا قلت لكم. احنا مش هنتكه على اي حاجه خالص، يعني مش احنا عاوزينها كده منعكشه وخلاص كده. شوفوا اهو كل ده، يعني ما تتكيش يعني باي حاجه. شوفي نعكشي عشان لما تتحط في الزيت تلاقيها كلها كده ايه، شكلها حلو زي اللي بتيجي من بره. شوفوا اهو. هنحطه على طبق وبرده نقلب برده في الدقيق. شوفوا لما تتحط في الزيت هتدوكوا نفس الشكل، بس دلوقتي تشوفوها باذن الله لما نحطها في الزيت ونحمرها. هنولع البوتاجاز. بس هنحطها على الطبق. هنجيب حته غيرها كمان. شوفوا هنقلب كلته في الدقيق. نعكش كده، مش عاوزين نساوي بحاجه بايدينا نعمل زي البانيه، لان دي مش زي البانيه. كل ما بتقلبها في الدقيق كده اهي. بعد كده هنحطها في الزيت. اهم حاجه الزيت يكون حامي سخن قوي، وبعد كده نقوم مهدين النار عليه كده. خلاص اهي. وهنكمل الباقي ونرجع لكم ان شاء الله. كده الزيت سخن. هنشوف. لا لسه شويه ما سخنش. لازم يكون الزيت سخن عشان تبقى حلوه معاكي. الزيت ما تهديش عليه خالص، سيبيه زي ما هو. لازم النار تكون عاليه عليه، وبعد شويه هنقلبه وتسيبوه يتهدى عليه خالص عشان ما يبقاش فيها دم او يبقى فيها اي حاجه. عشان هيك طبعا احنا عاملينها في محلول ملحي وكنا مبيتينها برده ليله برده، فان شاء الله مش هيبقى فيها اي حاجه وهتبقى زي الفل معاكي. هنسيبها شويه وبعد كده نقلبها نوريكم هيتعمل فيها ايه. كده الفراخ احنا كده قلبناها. بعد كده هنسيبها بقى نهدى عليها عشان لو فيها دم ولا حاجه ينشف. طريقه جميله قوي ومش هتاخد. هنسيبها براحتها خالص لغايه ما تنشف من الدم اللي فيها، عشان برضو لسه فيها بواقي. ونهدى عليها بقى. احنا عدينا عليها في الاول، لازم بعد كده تهدى عليها عشان تاخد وقتها وتبقى كويسه معاكي. وهنرجع لكم تاني من خالص. الفراخ بعد ما هدينا عليها بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله اهي. هدينا عليها خالص
عشان تستوى. احنا عاملين معاه شويه رز حلوين هيتحطوا معاه ان شاء الله. ديت خلصنا، هنحط بقى الدقيق. بسم الله. المعكشه بتاعتها الحلوه ديت هي اللي بتديها الشكل الجميل ده. برضو هنعلق على ديت اهي. طريقه سهله وما بتاخدش مننا اي وقت، وبسم الله ما شاء الله. طريقه قدامكم اهي. وهنخلص الكميه وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلصنا. الفراخ عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وعملنا التوميه وحطينا عليها كاتشب، ودي توميه من غير اي حاجه. شويه بطاطس حلوين، شويه رز حلوين. انا طبعا كنت عملت الكبسه معاكم قبل كده ونزلتها، فان شاء الله هنزل لكم الطريقه بتاعتها. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.